اهلا بيكم في مكان جديد وشقه جديده. احنا بادئين النهارده من الطرقه بتاعه الاسانسير ودخله الشقق علشان خاطر نوريكم بس احنا بنعمل ايه لما بنروح مكان. بنحاول نجيب الناس الجيران ونتعاون معاهم علشان خاطر نخلي الطرقه بتاعه باب الشقه بالشكل والجمال ده. اول حاجه احنا هنبدا بيها الباب المصفح بتاعنا، الباب المصفح التركي بالشكل ده، والديكور ده شكله جميل جدا. وطبعا انتوا عرفتوا شغلنا دلوقتي ان احنا داخلين كده فيه بني وبيج، خلاص يعني خلاص اكيد اتعودتوا على شغلنا. زي ما حضراتكم شايفين الشقة كده. هنبدأ كمان بحمام الضيوف زي ما حضراتكم شايفين كده. شكله ظريف. في عملنا جنب ديكور زي ما حضراتكم شايفين، الجنب اللي فيه الشباك والقعدة والحوض والمراية بتاعتنا زي ما بنعمل في كل الشقق. السقف برضو عملنا فيه الاسبوتات الورم. تعالوا كده نشوف كمان. احنا عندنا لوحة المفاتيح زي ما حضراتكم شايفين كده، ده علشان خاطر الشقة صغيرة عاملين 18 خط. وادي هنا كمان كشاف الطوارئ زي ما حضراتكم شايفين. كشاف الطوارئ فين؟ عند باب الشقة عشان ينور الناحية دي كده. وعندنا الاول السي ان سي زي ما حضراتكم شايفين. عملنا السي ان سي فرعين سابق ولاحق زي ما شفتوا حضراتكم كده عشان خاطر الطرقه شكلها ظريف كده وشكلها شيك. توزيع الاسبوتات مهم جدا ان هو يكون منسق علشان خاطر بيدي برده شكل ديكوري معاك. يعني انت ما تقعدش تفتح الاسبوت في كل مكان وخلاص ما انتش عارف بتعمل ايه، لا ده يكون بشكل ديكوري علشان يدي ديكور معاك في السقف وانت بتشطب، علشان خاطر الموضوع ده بيخلي شكل السقف معاك مع الجبسن بورد شكله ظريف. عملنا هنا نفس المستطيلات، عملناها هنا كده بالسي ان سي. وعملنا هنا الشقه عباره عن كلاسيك ومودرن الاثنين مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. جزء منها كلاسيك وجزء منها مودرن. يعني الجزء ده كلاسيك هادي زي ما حضراتكم شايفين، والمودرن الناحيه دي ناحيه المطبخ. هنا ممكن يتحط السفره وهنا الانتريه. المطبخ زي ما حضراتكم شايفين عملناه امريكان مع بالرخامه زي ما حضراتكم شايفين كده. وتوزيع الاضاءات فيه برضو بالشكل الديكوري، والاضاءات البيضاء زي ما قلنا ان هي بتدي للمكان وسع، وبتكون لازم المطبخ معانا ما ينفعش نعمله ورم، لازم يكون شكله مضيء عشان خاطر الاستعمال يكون مريح فيه. كمان عملنا المنظر الديكوري اللي انتوا شايفينه بتاع المكتبة علشان خاطر برضو يدي معانا شكل ديكوري. عملنا هنا بديل الخشب. دايما احنا بنعمل ديكور بسيط ونحاول ما نكلفوش كتير علشان خاطر نقدر نلم الدنيا. احنا عملنا بديل الخشب بتاعنا اللي احنا بنجيبه ونفرغه زي ما حضراتكم شايفين. وعملنا المكتبة وجلدناها بالرخام اللي هو بديل الرخام. وبديل الرخام ده المصري، يعني احنا كنا عاملين في شقه تانية المستورد، ده المصري بس هو ماشي مع الديكور اللي احنا عاملينه مع ورق الحائط اللي ورا المكتبه علشان خاطر يدي شكل ظريف وجميل. السيراميك زي ما حضراتكم شايفين عملنا القراره. ده القرارة اللي هي تجزيعة البني. شكلها برضو البلاطة 60 في متر و20 زي ما بنعمل في كل الشقق. شكلها بيكون ظريف جدا وجميل. تعالوا نشوف الحمام بتاعنا. الحمام كان صغير شوية بس بصراحة طالع شيك جدا وشكله منسق برضو وشكله شيك. عملنا فيه السقف بتاعه والاضاءات زي ما حضراتكم شايفين كده. وعملنا فيه الشاور وعملنا فيه الخلاط الدفن زي ما حضراتكم شايفين فيه. والقعدة والحوض زي ما حضراتكم شايفين بنفس اللون البيج. مدي شكل جميل وشيك. بالنسبة للغرف زي ما حضراتكم شايفين كده، دي غرفة أطفال. سيبنا الديكور فيها زي ما بنعمل في باقي الغرف، إن احنا سيبنا الديكور للعفش. في العفش بيتعمل فيه ديكور معين واشكال عشان خاطر احنا يبقى تنسيق الواننا كله في الشقه ماشي مع بعض. وعملنا بس ديكور بسيط كده في السقف. وعملنا الكشافات الليد زي ما حضراتكم شايفين كده. كشافات الطوارئ، اسف، كشافات الطوارئ بنعملها في كل شقه. واسسنا كمان للتكييف والفريون علشان خاطر ما يكونش فيه تكسير او اي حاجه بعد كده في التركيب.
والطرقة زي ما حضراتكم شايفين هو نفس الشكل والديكور بتاع الطرقة اللي كانت قدام باب الشقة من بره. عملنا برضو فيها المستطيلات زي ما حضراتكم شايفين، ووزعنا فيها الإضاءة، بس اختلفنا هنا ان احنا عملنا بس في توزيع الإضاءة الدبل والتريبل زي ما حضراتكم شايفين، علشان خاطر ما نحطش فيها إضاءات كتير وهي منورة وشكلها شيك جدا. عندنا الغرف زي ما حضراتكم شايفين، الغرف برضو بسيطة جدا، بيت النور اللي زي ما حضراتكم شايفين، والسرير هنا والسرير هنا، وفي هنا التلفزيون والدولاب في الجزء ده. الغرف هنا كانت صغيرة شوية بس حاولنا نقسمها كويس علشان خاطر تقدر تشيل معانا العفش. عندنا هنا الغرفة غرفة النوم برضو عملنا فيها مكان للسرير، عملنا السرير هنا وهنحط هنا الدولاب وهنحط جنب منه التلفزيون، وقسمنا الغرفة على قد الامكانيات المطلوبة فيها لانها مساحتها صغيرة شوية. عملنا كشافات الطوارئ وعملنا الجبسن بورد زي ما حضراتكم شايفين كده، وعملنا الدلايات علشان خاطر نحاول نقفل الدنيا. طبعا يا جماعة احنا الفترة دي بنحاول نلم الدنيا في التشطيبات وبنعمل حاجات سيمبل وحاجات بسيطة علشان خاطر الحاجات دي ما تكونش مكلفة على الناس، وفي نفس الوقت ديكورات بسيطة وشكلها شيك جدا وهادية برضو، علشان خاطر كتر الديكورات طبعا بيخلي الشكل على قد ما هو مصروف عليه بس بيبقى مؤفور شوية. فاحنا زي ما حضراتكم شايفين كده حاجات بسيطة جدا وحاجات هادية ومش مكلفة. يعني زي ما قلنا البديل الرخام المصري اللوح ده بحوالي 850 جنيه، شوية ورق الحائط ب 1000 جنيه، يعني حاجات كلها بنقدر نلم بيها الدنيا، وفي نفس الوقت بتدي معانا شكل ظريف وشكل شيك جدا وهادي، ما يكونش فيه اي افوره او شغل كتير. وفي نهايه الفيديو طبعا انا بشكر كل الناس اللي بتتابعني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.